الناس اللي قالت لي ورينا طريقة عمل فوانيس العربيات، النهاردة هنوريها لكم مع شرح المواد المستخدمة. بس يا ريت يا ابو عمو لايك وشير وكومنت حلو منك، عشان الفكرة بدأت تنتشر، والله بدأت تنتشر وبدأنا نعتمد على نفسنا وما نتكلوش على الغرب اللي سيطروا علينا في كل حاجة. كل حاجة سهلة وبسيطة، والحاجة اللي احنا هنعملوها دروكيتي دي أول مرة أعملها قدام حضراتكم، فإن شاء الله تطلع النتيجة كما متوقعها بالظبط. جبنا الإشارة بتاعتنا واخترنا الإشارة عشان خاطر برضه تبقى سهلة على كل مشاهدين الفيديو. جبنا الطين الصلصال وغرزنا الإشارة بتاعتنا، وجبنا السيليكون رابر وفضينا في أول طبقة. وهنجيب طبعا ألياف الفايبر والبوليستر، ده هنعمل طبقة جراب أو جراب لحماية الطبقة الأولانية. فكرة سهلة وبسيطة. الفكرة اللي احنا بنعملها دي نفس طريقة الحجن بتاع المصانع. اول طبقة خلصت، طبعا الفيديو بياخد نهار كامل، بنحاول نختصره في 3 دقائق او في 4 دقائق عشان خاطر ما نكونوش يعني نكونوا خفاف على كل اللي بيشاهدنا في الفيديو سواء من مصر او من الوطن العربي. كل التحية والتقدير لكم. جبنا طبعا البريل وخلينا السيليكون رابر والبنوز اللي حضراتكم شايفينه، وجبنا السيليكون رابر عشان خاطر نسكب على الطبقة الثانية. طبعا الطين الصلصال بيبقى اعلى لازم من الاشارة عشان خاطر تاخد اللقطة بتاعتها كاملة. اسهل طريقة ممكن تشوفها في حياتك، فإن شاء الله ربنا يجعل عملنا خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، ونتمنى أن الفكرة تنتشر في مصر وفي الوطن العربي. وكما ذكرت لحضراتكم مش عايزين الغرب يسيطر علينا في أي حاجة أو المستوردين يسيطروا علينا في اي حاجة. والناس تتابعنا على اليوتيوب، بنزل فيديوهات على اليوتيوب عشان خاطر الفيسبوك ما بقاش مضمون دروكيتي، وخصوصا بعد ما بندعم اخواتنا في فلسطين. ربنا يفك كربهم ان شاء الله وينصرهم على اعدائهم اللي هم اعدائني. طبعا زي ما حضراتكم شايفين خلصنا القالب بتاعنا، وبنحاول نطلع المجسم اللي عملنا عليه اللقطة او اللي خدنا عليه القالب. زي ما حضراتكم شايفين، يمكن الشغل ده اول مرة اعمله قدام حضراتكم. هيبقى ناعم من بره ومن جوه، نفس شغل المصانع بالظبط. انا مش بطلع منتج، انا بدي لك فكري، ولو انت هتنتقدني في الفينش اقول لك انت طور، خد الفكرة وطور منه. جبنا طبعا البوليستر الشفاف عشان خاطر هنعمل اول انتاج. والله القطعة دي اول مرة اعملها، فان شاء الله هتطلع احسن ما كنت متوقعها. نفس شغل الحجن بالظبط اللي بيجي لنا من المصانع. تابعوا معايا الخطوات وهنشوف النتيجة مع بعض. كده خلصت او نشفت، وهنبدأ نطلع القطعة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. يعني كما توقعت النتيجة، ويمكن أحلى من الصيني اللي احنا عاملينها. دي الطريقة دي تاخدها على فانوس عربية، على إشارة عربية، على إشارة موتوسيكل، على إشارة تروسيكل. ادي الإشارة بتاعتني، والإشارة دي أما تجيلنا من الصين عملنا صناعة محلية. أسعد الله أوقاتكم بكل